تعالوا نكمل مع بعض باقي ميزانية الشهر الجزء التاني. لو أول مرة بتشوفيني تابعيني عشان صفحتي أو قناتي هتفيدك جدا، ويا رب اللي تحط لايك للفيديو ده يحققلك اللي في بالك واللي بتتمنيه. صلوا بينا على النبي ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه الرقاق والجلاش والسمبوسه من الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندك في البيت. اول ما تخلص هاتي على طول اول باول. حاجه مهمه لازم نكون متفقين عليها ان مش كل الحاجات هتخلص من البيت مره واحده. في حاجات بتحتاجي تجيبيها مره كل شهر، في حاجات كل شهرين، في حاجات كل 3، زي مثلا الشامبوهات، ادوات التنظيف، الادوات التجميليه، ادوات العنايه بالبشره. الحاجات دي كلها انت مش بتحتاجي تجيبيها مره كل شهر. نيجي بقى للمكرونات. المكرونه القلم من الانواع اللي احنا بنستهلكها كتير طول الشهر، طبعا بتعمل انواع كتيره سواء بشاميل او بصلصه، فطبعا جبت الكميه اللي تكفيني. شوفي ايه اكتر نوع مكرونه انت بتستهلكيه وهاتي منه كميه تكفيكي الشهر كله. نيجي بقى للرز. الرز انا شايفه ان هو ما ينفعش يجي اكياس خالص، الشكاره افضل بكتير وبيبقى فيها بركه، والرز لازم أن يكون موجود في البيت على طول، فما ينفعش الكيس يخلص منك فجاه. فطبعا الشكاره بتبقى اوفر وكمان فيها بركه. وزي ما شفتوا دي كانت اخر كميه رز موجوده معايا، هي طبعا هتكفيني الشهر ده، بس الشهر الجاي هحتاج ان انا اشتريها. نيجي بقى للشعريه. طبعا نص العلبه كان مليان، هكمل عليه، ودي برضو الكميه اللي هتكفيني لاخر الشهر. حاجة مهمة قبل ما تنزلي تتسوقي لازم تبصي على كل العلب اللي عندك، وتبصي في المطبخ بتاعك او في ظرفة الخزين تشوفي انتي محتاجة ايه ومحتاجة كمية ايه، عشان طبعا الحاجات طول ما هي موجودة قدامك ممكن تشتري حاجات ملهاش علاقة اصلا بالحاجات اللي انتي عايزاها، فانتي تكوني محددة انتي عايزة تشتري ايه، عشان ده هيفرق جدا معاكي وانتي جاية تحاسبي. هتلاقي نفسك اشتريتي كمية حاجات انتي ما كنتيش محدداها. حددي الحاجات اللي هتشتريها في ورقة، ولو الفلوس على القد التزمي بس بالحاجات اللي انت عايزاها في الورقة. الحاجات اللي باقية لو فاضت فلوس يبقى هاتيها. حاجة تانية مهمة، التزمي بالحاجات اللي معانا. الحاجة اللي احنا هنقطعها بلاش تجيبيها، عشان دي تعتبر خيانة لاخواننا الفلسطينيين. طبعا الشهر ده المنظفات كلها معايا تمام، ما كنتش محتاجة بس غير سلك المواعين الخشن وكمان الليف ديت. لو الفيديو عجبك دوسي لايك وتابعيني.